طلاب اولى ثانوي. لسه كنت بقلب في الفيس فلقيت الجدول ده بتاع امتحان محافظة. الجدول زي ما انتم شايفين بادئ ان هم هيبدأوا من يوم 11 ويخلصوا يوم 23. فبيكون نفس كل المحافظات في نفس الرينج، يعني مثلا هيبتدوا، مثلا ممكن القاهرة تبتدي يوم 14 تخلص عليه يوم 23 24 25 في الرينج ده. فنبدأ ان احنا نذاكر ونلم منهجنا عشان لو جدولنا نزل في اي وقت ما نبقاش زي يعني الكوميكي اللي نازل والصورة دي، واللي هو نزنق نفسنا على اخر لحظة. فلا، نبدأ من دلوقتي. كمان شفت ده بتاع محافظة المنيا، شفت بتاع محافظة شمال سيناء. برضو جدولهم نفس الرينج ده، اللي هم هيبدأوا تقريبا يوم 9/1 ويخلصوا يوم 23/1. هوريهولكم برضو. فنبدأ كده نشوف دنيتنا ونشوف اللي ورانا ونبدأ ان احنا نذاكر. هوريكم الجدول التاني وكل جدول محتوياته ايه والمواد بتاعته ايه. بصوا، ده جدول شمال سيناء أولى ثانوي، بادئين يوم 9/1 يخلصوا يوم 23/1. وشباب من المحافظة هما اللي منزلينه، يعني مش جدول فيك ولا حاجة. فنبدأ كده كلنا نشوف اهو المواد وكل مادة لو مش عارفين كام ساعة. وتقريبا بنكون كلنا بنبدأ في نفس الرينج ونخلص في نفس الرينج، بس يعني بتفرق في أيام. يعني مثلا هنا من يوم 9 ليوم 11، ممكن تبدأوا يوم 15 وهتخلصوا برضو من يوم 21 ليوم 25. كلكم بتكون في نفس الرينج عشان الأجازة بتاعت نص السنة وعشان بداية الترم التاني. فنبدأ نلم دنيتنا ونبدأ نذاكر الحاجات اللي احنا ما ذاكرناهاش خالص. لو ما ذاكرناش خالص نبدأ ان احنا نفتح المنهج ونذاكر. فربنا معاكم وربنا يعينكم، وبإذن الله خير. وبإذن الله الجدول بتاع محافظة القاهرة او الجيزة يكون جدول كويس، ويكون اللي هو يعجبكم كلكم بإذن الله.